قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب، نحن الملائكة طيلة وقتنا تسبيح، تنزيه لك عن كل نقص. نسبح بحمدك يعني نسبحك ونمزج تسبيحنا بحمد. ونقدس لك، أنا بدي أفسر هالكلمة ونقف عند تفسير هذه الكلمة. ونقدس لك، قالوا نقدس يعني ننزهك عن كل نقص ونطهر ذكرك عن كل عيب، هذا نقدس. وقالوا نقدس لك، نقدس لك أرواحنا حتى تتجلى علينا. فالملائكة طيلة وقتها في تسبيح وتحميد حتى تطهر أرواحها وأنفسها، حتى تتجلى عليها أنوار الله عز وجل وأوامر الله. هلأ مطلوب منكم جميعا يا أخوان أنه نقدس أنفسنا. كلكم قدسوا أنفسكم. كيف بدنا نقدس أنفسنا؟ التقديس والتطهير. كيف أنا بدي طهر نفسي؟ بكثرة ذكر الله تعالى، بالابتعاد عن المحرمات. ما استطعتم أن تشتغلوا بالتسبيح افعلوا، ما استطعتم أن تشتغلوا بالتحميد افعلوا، ما استطعتم أن تشتغلوا بصلاة النافلة افعلوا. مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حينا ركعتين، سبحة الضحى.